دكتور بيخترع تركيبة بتخلي الحيوانات بتختفي، ومن كتر ما هو مغرور عاوز يجربها على نفسه علشان يكون ليه الفضل في الاختراع، لكن هيختفي ومش هيعرف يرجع تاني بعد ما يختفي. تفتكروا هيحصل له ايه؟ عاوزين تعرفوا اللي هيحصل معاه؟ اتفرجوا على ملخص فيلمنا النهارده. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا علشان يوصل لكم كل جديد، وكالعادة لا ننسى نصلي ونسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فيلمنا بيبدأ مع فار تجارب وهو بيجري جوه قفص في معمل ابحاث، ولما راح علشان يشرب هجم عليه حيوان خفي ومسكه واكله بطريقه بشعه. والحيوان المخفي ده بيكون ضمن تجربه بيعملها الدكتور سبيستان، وده دكتور متخصص في الجينات، وبنعرف انه اخترع تركيبه قدر يخفي الحيوانات زي الحيوان اللي اكل الفار ده، لكن لسه ما عرفش انه يلاقي التركيبه اللي ترجع الحيوان للظهور من تاني بعد ما بيخفيه. وبنشوفه هو فرحان وبيكلم دكتوره ليندا وبيقول لها اخيرا وجدتها، عاوزك تجيبي مات وكل الدكاتره وتيجوا المعمل، لان عاوز اعمل التجربه على الغوريلا ايزابيل بسرعه علشان اتاكد من نجاح تجربتي. ليندا قالت له انت عارف الساعه كام؟ هو انت ايه ما بتنامش خالص؟ انا عارفه انك شغال على التركيبه دي بقالك مده كبيره، وفرحانه انك وصلت اخيرا لنتيجه. هكلم مات وهنروح على المعمل، وانت كمان تعال على هناك بسرعه. قال لها وانا هكلم اللجنه العليا علشان يجهزوا الجائزه بتاعتنا، ما تتاخرش عليا. وبعد ما بتقفل معاه بتصحي مات اللي عندها في البيت، وبتقول له سبيستيان اتصل وعاوزنا نروح للمعمل بسرعه لانه وصل اخيرا للتركيبه اللي هترجع الغوريلا بعد اختفائها. قال لها بتتكلمي بجد؟ وصل لها امتى؟ قالت له من شويه. قال لها تعالي اوصلك. قالت له ما ينفعش. وبنعرف انها مرتبطه بمات ومخبيين على سبيستيان، لان هو وليندا كانوا مرتبطين وسابوا بعض. وبنشوف سبيستيان وهو ساق بسرعه وصل للمعمل الموجود تحت الارض، وركب الاسانسير ودخل كلمه السر بتاعته. وقتها مات كان وصل هو كمان للمعمل، وراح للقفص اللي فيه الغوريلا ايزابيل، وكانت موجوده جوه القفص بس مخفيه، لكن بنشوف اثار رجلها جوه القفص وهي ماشيه. وعشان يشوفها راح لابس النضاره الحراريه ودخل القفص بتاعها عشان يهديها ويديها حقنه مخدر، لكن اول ما قرب منها عضت ايده وعورته، وكانت في حاله هياج. وهو خرج من القفص بسرعه وجري وخبط في سبيستيان وقعه على الارض. مات ورى له ايده وقال له شوف ايزابيل بقت عدوانيه ازاي. سبيستيان قال له سيبها لي انا هديها المخدر، واخد منه الحقنه وراح لها. لبس النضاره الحراريه بتاعته واخد مسدس التخدير وخدرها. قال لهم حطوها على الترابيزه عشان يبداوا يجربوا عليها التركيبه الجديده. في الوقت ده بتوصل دكتوره ساره اللي شغاله معاهم في المعمل، وبتكون متضايقه من سبيستيان وطريقه تعامله مع الحيوانات، لانه جرب تركيبته على الغوريلا قبل ما يختبرها. سبيستيان قال لها انا بوفر في الوقت وهتشوفي دلوقتي نتيجه التجربه. قال لها تفتكري ان ممكن اجازف واموت ايزابيل؟ وقتها جت ليندا وقالت لهم احنا جاهزين ومستنيينكم. سبيستيان قال لساره دي حقنه دي صعب التفاهم معاها. قالت له بس شاطره، دي اشطر طبيبه بيطريه في امريكا. وبنشوف الكل بيستعد للتجربه وبيحضروا كل الاجهزه، وكانوا رابطين ايزابيل في السرير وكانت مختفيه. وقتها جهزوا المصل وحطوه في الوريد، وبعدها المفروض ان المصل هيخليها تظهر وتبان طبيعيه. وبمجرد ما اخذت المصل بتتصلب وبتحصل لها تشنجات قويه، وكل المؤشرات الحيويه بتعلى، ونبضها بيتغير وبيحصل لها نشاط في خلايا المخ، وقلبها كان هيقف. وقبل ما تموت حاولوا ينقذوها بالصدمات لحد ما بيلاقوا المصل نجح، وظهرت الغوريلا من تاني قدامهم. وطبعا كلهم كانوا مبسوطين وحضنوا بعض، وبكده اتاكدوا ان مصل سبيستيان نجح. واخدوا الغوريلا ورجعوها من تاني للقفص. وقتها سبيستيان قال لهم انه هيشرح مخها عشان يطمن انها كويسه ومفيش ضرر حصل في جسمها. وكلامه بيضايق ساره وبتقول له خف عليها شويه. وبعدها بيروحوا يحتفلوا بالانجاز اللي عملوه وبيشربوا وبيضحكوا. ليندا بتلاحظ ان سبيستيان سابهم وراح وقف لوحده، وراحت تساله انت المفروض تكون مبسوط، لكن شايفه انك مشغول بحاجه. قال لها كده وصلت للنهايه، لكن انا بحب اكون دايما عايش في جو العظمه والابهار. وبعدها بنشوف سبيستيان وهو بيعرض الانجاز بتاعه قدام لجنه من الاطباء ومسؤولين في وزاره الدفاع والدكتور كريمر اللي متابع ابحاثهم. لكن ليندا ومات اتصدموا لما سمعوه بيقول للجنه ان تجاربه لسه ما نجحتش ومعرفش يرجع الغوريلا تاني لحالتها الطبيعيه، وانه عاوز وقت زياده لان الاخفاء حاجه سهله، لكن انك ترجع الحيوان تاني يكون مرئي دي حاجه مش سهله. وقتها دكتور كريمر قال له انه بيحب تفكيره وعبقريته ومقتنع بيه وبامكانياته، لكن المده كده طولت وهم ممكن يشوفوا حد تاني يكمل المشروع لو ما وصلش للنتيجه في اقرب وقت. وبنشوف مات وليندا هما بيتخانقوا معاه وعاوزين يعرفوا ليه ما قالش للجنه على الانجاز اللي وصل له. سبيستيان قال لهم انه لو عرفهم ان تجربته نجحت وجاهزه كانوا هياخدوا التجربه والابحاث منهم وهيكونوا مش محتاجين ليهم تاني في حاجه. مات قال له ما انت عارف ان ده مشروعهم هم من الاول، احنا بنشتغل عليه وبس وفي الاخر هيرجع لهم. سبيستيان قال له هو مشروعهم بس النجاح والفضل ليه انا. مات قال له انت فاكر ان تجربه التركيب على البشر حاجه سهله زي الحيوانات كده؟ لا دي ليها قواعد. سبيستيان قال له انت عمرك ما هتنجح وانت ماشي ورا القواعد والتعليمات. مات قال له انت عاوز تكون انت اول واحد عمل التجربه على البشر. قال لهم ده اللي انا ناوي اعمله ومحتاج مساعدتكم. وقال لهم احنا ممكن احنا الثلاثه ناخد جائزه نوبل، وعرف يقنعهم انهم يكملوا المشروع مع نفسهم. وبعدها كلهم رجعوا على المعمل وقالوا لزمايلهم انهم حصلوا على الترخيص من اللجنه للانتقال للمرحله الثالثه وهي التجارب على البشر. ساره استغربت وقالت له ازاي اقنعتهم؟
طوعتهم. قال لها انا اتطوعت وهجرب المصل على نفسي وهم وافقوا. ليندا قالت لهم جون الساك اخترع لقاح شلل الاطفال وجربه على نفسه وكل العلماء بيعملوا كده. سبيستيان قال لساره انا قلت انك هتفرحي بالخبر علشان هنريح الحيوانات من التجارب بتاعتنا. ساره قالت له انت استعجلت لما جربته على الغوريلا وانا بقول لك انت دلوقتي بتخاطر لما هتجربه على نفسك. قال لهم احنا لو عاوزين نثبت نفسنا بسرعه نجرب التجربه في اقرب وقت وبلاش نضيع الوقت في الكلام. قال لهم انا هخفي نفسي لمده 3 ايام ونعمل التركيبه اللي هتكفي نرجع تاني واظهر وهعتمد عليكم وهنساعد بعض وهننجح. تاني يوم الكل راح المعمل علشان يحضروا سبيستيان للتجربه وبنشوفه هو مربوط في السرير واخد منهم المصل وحقن نفسه بيه وافتكروا ان المصل فشل لانه مش حاسس بحاجه لكن بدا يحس بوجع بسيط في ايده وبعدها جسمه تعرض لتشنجات شديده وبيبدا مفعول المصل وبنشوف جسمه هو بيبتدي يختفي. قال لهم انا ما كنتش فاكر انه بيوجع قوي كده. كلهم خافوا عليه لان نبضه وضربات قلبه عاليه قوي وفضل يتوجع لكن مؤشراته الحيويه رجعت طبيعيه من تاني قبل ما يعملوا له صدمات كهربائيه. كانت التجربه نجحت واختفى تماما بس فقد الوعي من كتر الوجع وحطوه تحت مراقبه الاجهزه الحيويه وليندا رمت جنبه عشان تطمن على حالته. واول لما فاق سبيستيان غطى وشه وقال لهم النور مضايقني جدا. ليندا قفلت الشباك بسرعه وقتها قام ومشي قدامهم وهو مختفي وراح وقف قدام المرايه. الفريق كله كان عاوز يطمن عليه. ليندا قالت لهم اهو قدامكم اسالوه. قال لهم هروح اوطي النور الاول. قال لهم انا مش قادر اقول لكم انا مبسوط ازاي وابتدى يهزر معاهم ويلمسهم من غير ما يشوفوه واللي عاوز يشوفه لازم يلبس النضاره الحراريه. بعدها شغلوا كاميرا مجهزه بالاشعه الحمراء علشان يقدروا يتابعوه من خلالها وقسموا نفسهم عشان يراقبوا مؤشراته الحيويه وكان الدور على ساره اللي هي هتسهر معاه. وبعد ما الكل روح ساره بتنام وبتحس ان في حد لعب في شعرها وكان قريب منها ولمسها ولما قامت تبص على سبيستيان بتلاقيه نايم في سريره وبيكون هو راجع بسرعه. تاني يوم بتحكي ليندا على اللي حصل وبتقول لها انا مش واثقه انه كان موجود ولا انا كنت بحلم. مات راح يطمن عليه بعد اول ليله من المصل والاختفاء. وقتها كانت ساره متوتره وهي بتتعامل معاه وبيتجمع الفريق عشان يتغدوا وبيقولوا ان المشروع هيروح للجيش في الاخر ومش هيبقى ايد سبيستيان ودي حاجه كويسه لانه شخص مريض واناني ولو استحوذ على مصل زي ده ممكن يأذي اي حد. وبعد ما بيسيبوا الاوضه بيطلع ان سبيستيان كان قاعد معاهم وسامعهم ومحدش شافه ولا حس بيه. وفي نهايه اليوم بيكون الدور على ليندا في مراقبه سبيستيان وهي بتعمل التجارب بتاعتها. كانت بتشرب المشروب بتاعها وكل مره بتلاقي المشروب مكانه اتغير وقتها عرفت ان سبيستيان معاه في الاوضه وبتطلب منه يبطل يخوفها ويسيبها تشتغل لكنه بيحاول يتقرب منها تاني وبيقول لها تعالي نرجع لبعض من تاني زي زمان. قالت له ما ينفعش. سابته ومشيت لانه لازم يرتاح لان عنده يوم مهم بكره لانه هيرجع مرئي من تاني لان ده كان تالت يوم ليه وهو مختفي. تاني يوم الصبح مات كان بيجهز له المصل اللي فيه التركيبه المعكوسه عشان يرجع من تاني طبيعي. واول لما مات حط التركيبه في دراعه وابتدى مفعولها يبان عليه. سبيستيان حس باختناق شديد وقال لهم ان بيتعذب بسبب المصل وجسمه كله بيتنفض وبتحصل له حاله هياج وبيضرب دكتور جامد وزقه بعيد ووقع على الارض واغمى عليه تاني. وقتها الدكاتره طلعوه تاني على السرير وعملوا له اسعافات لان النبض كان بيقل وبعد ما جسمه كان بدأ يظهر لكن اختفى من تاني. وقتها بتفضل ليندا جنبه لحد ما بيفوق وبتقول له ان التجربه فشلت ومش عارفين نرجعك تاني وكنا خايفين عليك لا تموت ومش عارفين هنقول اللي حصل ده لدكتور كريمر ازاي. قال لها محدش يقول له حاجه دلوقتي لغايه ما اعمل التعديلات واقدر ارجع تاني زي الاول. وقال لها هنخسر كلنا تعبنا ومجهودنا. وقتها فكروا انهم يعملوا قناع لسبيستيان بما انه هيفضل كده علشان يلبسوا لما يبقى وسطهم وبكده يقدروا يكملوا تجاربهم عليه لكنه تعب جدا وقال لهم انه كان المفروض يختفي لمده 3 ايام بس انما دلوقتي هو بقاله 10 ايام مختفي وما بقاش قادر يتحمل اكتر من كده. انتوا ما تعرفوش الموضوع مؤلم ازاي. بعدها بنشوفه هو مخنوق وبيكسر كل حاجه لانه زهق وعاوز يخرج من المعمل لان بقاله كتير محبوس فيه. وقتها قرر انه يخرج ولبس وراح لدكتور كارتر اللي شغال في المعمل انه خارج. كارتر حاول يمنعه وبيفكروا ان القوانين بتقول ان اي حد تحت التجربه ما يخرجش من المعمل. قال له انا لو ما خرجتش دلوقتي هتجنن هخرج ساعتين وهرجع. وبيسيبه وبيركب العربيه بسرعه قبل ما الامن ياخد باله منه وخرج بره المبنى وجري. وقتها كارتر جري على التليفون عشان يبلغ الفريق ان سبيستيان خرج وبنشوفه وهو في الطريق وفي اطفال شافوه وهو هزر معاهم وقلع النضاره وهم خافوا منه وقالوا لمامتهم في شبح سايق العربيه. وبعدها راح لبيته عشان ياخد شويه حاجات بتاعته وبيشوف جارته قدامه في شقتها وساعتها قرر انه يستخدم هيئته الجديده ويروح لها شقتها من غير ما تشوفه. وفعلا راح رن الجرس بتاعها واول ما فتحت الباب دخل جوه شقتها واتمشى براحته وفضل يرعب فيها ويتهجم عليها لانها مش شايفاه. في الوقت ده بتكون ليندا وصلت عند بيته وبتشوف عربيته راكنه تحت وبتدخل ليندا شقته لكنها بتشوف قناعه ولبسه مرمين على السرير وبتفهم انه اتحرك من غيرهم وهو شافها من شقه جارته وبتكلم مات في التليفون. بتقول له انا رحت البيت وما لقيتهوش
وراجعه على المعمل، وبتحس انها متراقبه، وبيكون فعلا سبيستيان مراقبها لحد ما بتنزل في الاسانسير. وبنروح للمعمل وبنشوف الفريق كله وهو بيحضر مسدساتهم ونضاراتهم عشان يضربوه بسهم المخدر، وبيقولوا انه لو اتكشف هيتعرضوا كلهم للخطر والمشروع كله هيقف. وقتها جو وقف قدامهم فجاه قال لهم مفيش داعي للقلق ده كله، انا قلت لكارتر ورحت جبت حاجات من البيت ورجعت. ليندا قالت له انا رحت لك وما لقيتكش هناك، انت رحت مكان تاني. ليندا قالت له انت لو خرجت تاني هبلغ اللجنه عنك وانهي مستقبلك. قال لها انا مدير المشروع وانا اللي اقرر، وقال لها ان مش مستقبله بس هو اللي هيتدمر لو اللجنه عرفت اللي بيحصل، وانه بقى فار تجارب بالنسبه لهم. وقتها ساره سالتها هي اللجنه فعلا ما تعرفش اللي هم بيعملوه؟ ليندا قالت لها احنا كدبنا عليكم وكل اللي بنعمله ده من ورا اللجنه، وبتقول لها احنا هنرجعه تاني وانت مش هتكوني في خطر زينا لو اللجنه عرفت، وبتطلب منها ما تبلغش اللجنه لغايه ما يحلوا الموضوع. مات جه وقال لليندا تفتكري هتروح تبلغ عننا؟ قالت له مش ده اللي قلقني، دلوقتي فتره اختفاء سبيستيان طالت قوي وده ممكن ياثر على عقله. قال لا ما هو تاثر فعلا. بعدها بيفضلوا يدوروا على طريقه يرجعوا بيها لكنهم بيفشلوا، وقتها بيتعصب عليهم سبيستيان. ليندا قالت له انت متضايق ليه؟ كلنا بنحاول نساعدك. قال لها ما انتوا لو كنتوا اذكياء زي كان زمانكم وصلتوا لحاجه، بدل ما انتوا حابسيني في المعمل ومنعني من الخروج. في الوقت ده فكر انه يسجل فيديو ويشغله على كاميرات المراقبه الموجوده في اوضته، وخلاه يفضل يتعاد باستمرار علشان اللي مراقبه يشوفه نايم قدامه. وبعدها خرج وراح لبيت ليندا وشاف مات عندها وكسر ازاز الشباك بتاعها وهرب. وقتها ليندا اتصلت بالمعمل وسالتهم عليه. زميلها قال لهم ده نايم في سريره وانا شايفه قدامي على الكاميرا. قال لها عاوزاني اروح اصحيه؟ قالت له لا انا بطمن بس. وبعدها بنشوف سبيستيان لما رجع المعمل وكان عصبي جدا. وقتها راح مسك كلب من كلاب التجارب الموجوده في المعمل وقتله من كتر العصبيه اللي هو فيها. وتاني يوم الصبح جت ساره وشافت الكلب ميت، راحت لسبيستيان وسالته لو كان شاف حاجه غريبه في المعمل بالليل. قال لها لا مفيش، ايه اللي حصل؟ قالت له الكلب فرانك 3 لقيته ميت. قال لها معرفش، انا كنت نايم طول الليل، انت فاكرين عملت له حاجه؟ قالت له معرفش، اصله مات بطريقه بشعه وده مش حاجه طبيعيه. قال لها عادي كلب ومات. بعدها بتروح تبلغ الباقي وبيراجعوا الكاميرات المراقبه، اتاكدوا انه فعلا كان نايم طول الليل وما بيفهموش سبب موت الكلب، لكن ساره بتكون متاكده انه موت الكلب ومش عارفه هو عمل كده ليه. وبعد ما ليندا روحت البيت بتحس من تاني بحركه غريبه، وبتفهم ان سبيستيان موجود في الشقه، فبتمسك ملايه وبترميها في الهواء، وبتاخد بالها انه كان تحت الملايه لكن بيختفي. ساعتها لبست وراحت على المعمل علشان تتاكد بنفسها انه نام في الاوضه فعلا ولا خرج. ولما شافته في الكاميرا راحت الاوضه وحطت ايدها على السرير ما لقيتهوش، ولما فتحت الكاميرا عرفت انه مشغل لهم فيديو ومثبت الصوره وبيخرج كل يوم بالليل. وقتها اتصلت بالفريق وجمعتهم وقالت لهم انه بيخدعهم وبيخرج كل يوم، وقالت لهم لازم نبلغ اللجنه. ساره قالت لهم اكيد هو اللي موت الكلب، وقرروا انهم يروحوا على اللجنه تاني يوم عشان يبلغوا عنه. وليندا قالت لهم انا ومات هنتحمل المسؤوليه كلها، وبعدها اللجنه هم اللي هيتصرفوا معاه. سبيستيان كان موجود معاهم من غير ما يشوفوه، سمع كل اللي قالوه. بعدها ليندا ومات خرجوا وراحوا للدكتور كريمر وبلغوه باللي حصل، وعرفوا ان سبيستيان هو السبب في كل التجاوزات اللي عملوها، واعتذروا عن غلطتهم وتورطهم معاه. وقتها بيكون سبيستيان واقف بيسمع كلامهم وعارف انهم بلغوا عنه، وسمع دكتور كريمر وهو بيقول لهم ارجعوا المعمل وانا هبلغ اللجنه وهنتصرف معاه. وبعد ما مشوا بيروح دكتور كريمر علشان يبلغ القيادات عن سبيستيان واللي عمله، لكن لقى التليفون ما فيهوش حراره. بعدها شاف الباب مفتوح، راح ناحيته وكان حاسس بحركه، وراح ناحيه حمام السباحه. وقتها سبيستيان رماه في حمام السباحه ونزل تحت الميه وسحبه وفضل ماسكه لغايه ما غرقه وموته. وتاني يوم في المعمل ليندا كانت بتسال مات مفيش اي اخبار عن كريمر، قال لها انه ما اتصلش بيهم لحد دلوقتي، فبتتصل بيه عشان تعرف ايه اللي هيحصل معاهم لانها عارفه ان اللجنه هتاخد اجراء ضدها هي ومات. وقتها عرفت ان الدكتور مات غرقان بالليل في حمام السباحه. لما حاولت تتصل بالجنرال كاستر علشان تحكي له اللي حصل، الخط بيقطع والحراره بتروح وما بيعرفوش يتصلوا باي حد بره المعمل. كانوا هيروحوا للامن بتاع المعمل، ولما ركبوا الاسانسير اكتشفوا ان كلمه المرور بتاعتهم مش شغاله واتوقفت، وده لان سبيستيان لغى كل كلمات المرور بتاعتهم. ولما دخلوا على السيستم عرفوا انه بتاعته بس هي اللي شغاله، وده عشان يبقى ليه السيطره على الاسانسير والمعمل. وساعتها بيقرروا انهم لازم يمسكوا سبيستيان، وبياخدوا نظاراتهم ومسدسات التخدير عشان يقبضوا عليه. ولكن واحده منهم بتتاخر عنهم شويه وهي بتجيب النضاره بتاعتها، واول ما بتلبسها بتلاقي سبيستيان واقف قدامها وفي ايده سلك وخنقها بيه وموتها. بنشوف الفريق وهم راحوا اوضته عشان يدوروا عليه، ولقوا القناع بتاعه على السرير وما لقوهوش موجود. وقتها ليندا كلمته في ميكروفون المعمل، قالت له انت فين؟ قال لها ليه؟ علشان تسلميني. قالت له اللجنه عرفت كل حاجه خلاص. قال لها لا، دكتور كريمر مات قبل ما يبلغهم، انا متاكد انه ملحقش يبلغهم. وقتها اكتشفوا ان زميلتهم جانيس مش معاهم، وكلهم راحوا يشوفوها لقوها ميته ومحطوطه جوه الدولاب. كلهم عرفوا انه هيموتهم قبل ما يسلموه للجنه، لان محدش يعرف انه عمل التجربه غيرهم. وقتها ساره ضربت ليندا بالقلم لانها ساعدته انه يكذب عليهم، وبعدها الكل بيقلق وبيخاف وبيطلبوا من زميلهم يحاول يشغل الشفرات بتاعتهم، والباقي لبس النضاره وكانوا بيستعدوا ليه. ومات وليندا شغلوا جهاز كشف الحركه عشان يعرفوا منه تحركاته، وفعلا شافوه في ممر 6. وبيخرج كارتر ومات عشان يمسكوه، وليندا بتقفل الباب وراهم وبتقول لهم على تحركات سبيستيان، لكن بيختفي من قدام الشاشه وما بتكونش عارفه هو فين. وقتها بيجي من ورا كارتر وبيخنقه، ومات بيضرب عليه نار وبيقول لي يسيبه،
وبيضرب ماسورة الغاز علشان يشوفه. وقتها سبيستيان بيرمي عليه حديدة بتدخل في رقبته وبتموته وبيهرب بسرعة. مات كلمهم وقال لهم كارتر بينزف وخلوا بالكم لانه هرب وممكن يجيلكوا. ليندا قالت له ده رجع لك تاني. وقتها كسر ماسورة الغاز علشان مات ما يشوفهوش ونط عليه. وقتها راح شغل نظام الحرارة في المعمل علشان حرارة الجو هتخلي النضارات اللي لابسينها ملهاش لازمة. وفعلا مات لبسها ومش شايفه ولا ليندا شايفاه. ومات مسدسه فضي ومسك طفاية الحريق وشغلها وشافه وهو قدامه وضرب مات وقعه على الارض. وقتها جت ليندا علشان تساعد مات وشدته ودخلت بيه المكان وقفلت عليهم. وبنشوف سارة وهي راحت تجيب اكياس دم عشان كارتر. وقتها سبيستيان دخل وقفل الباب عليهم ولانها مش شايفاه بتفتح اكياس الدم وبترشها على الارض عشان يدوس عليها وتشوفه. لكن بيجي من وراها ولما بتحس بيه بتفتح اخر كيس دم وبترشه عليه وهو بيزقها وبيرميها على الارض. وقبل ما تضربه بالمسدس وتخدره لف ايدها وحط المخدر ليها ولف رقبتها وكسرها. وقتها بتكون ليندا ومات وفرانك بيعرفوا ان سارة راحت لتلاجة المعمل عشان تجيب دم منها. ولما وصلوا لها لقوها ميته قدامهم. وبيجي سبيستيان من ورا فرانك وبيضربه بحديده في بطنه بيموته. وبيضرب مات بحديده في بطنه وبتاخده ليندا لتلاجة المعمل. وقتها سبيستيان بيقفل عليهم باب التلاجة وبيقول لها خليكم مع بعض جوه لغايه ما تموتوا سوا. وبنشوف ليندا وهي بتحاول تساعد مات لانه بينزف ومفيش عندها اي حاجه تقفل بيها الجرح وجابت لزقه وحطته على الجرح عشان توقف النزيف. بنروح لسبيستيان وبنشوفه وهو بيلبس عشان يسيب المعمل. وقتها بتكون مش عارفه تخرج وبتحاول تكسر الازاز لكن ما بتكسرش وبتيأس وبتعيط ودموعها بتتجمد. وقتها جالها فكره انها تعمل مغناطيس قوي تقدر من خلاله انها تفتح قفل الباب وبتنجح فعلا في فتح الباب وبتخرج مات منها قبل ما يموت من البرد. وبتولع نار جنبه عشان تدفي المكان وبتاخد معاها انبوبه واكسجين وبتروح تدور على سبيستيان. وقتها بيكون هو عمل مادة احتراقية وظبط الجهاز عشان يفجر المعمل بعد 5 دقايق وكان خارج. واول ما ركب الاسانسير وقفت ليندا قدامه وحرقته وولعت في هدومه وفي القناع اللي هو لابسه. وكان عاوز يقفل باب الاسانسير. وقتها حطت رجليها وفضلت تزود النار وتشعلها اكتر وهو خرج من الاسانسير وهي مش سايباه ماسكه الانبوبه وبتسلطها عليه لحد الانبوبه ما فضيت وهو كمان قلع هدومه واختفى من قدامها. راحت مشغله جهاز الاطفاء ونزل الميه عشان تشوفه وهو لف وجه من وراها وضربها ووقعها ومسكها من شعرها وخبط دماغها في الحيطه وضربها وحط رجله على رقبتها. وقتها جه مات وضربه بحديد على دماغه من وراه ووقعه وقوم ليندا واخدها ومشي. وقتها قام سبيستيان وكان هيضربه بالحديده لكن مات زقه على الكهرباء واتكهرب ووقع على الارض. افتكروه مات وسمعوا صوت انفجار ومشي وسابوه. وقتها راحوا على الاسانسير وطلعوا من السقف بتاعه على السلم اللي هيطلعهم لفوق قبل ما المعمل كله ينفجر. وبيفضلوا يطلعوا بسرعه وبيشوفوا المعمل تحتهم وهم بينفجر وبيخلي الاسانسير يطلع ناحيتهم بسرعه فبيقدروا انهم يتفادوه لكن بينزل من تاني عليهم لحد ما الفرامل بتاعته بتشتغل وبيخبط في الحيطه لحد ما بيقف قبل ما يخبطهم وبيكملوا طلوع من تاني. لكن وقتها بيظهر سبيستيان من تحتهم وبيمسك رجل ليندا عشان يوقعها وجسمه كان باين بسبب الكهرباء والحروق ووقع بيها على سقف الاسانسير وبتحاول انها تفلت منه وهو ماسكها. ومات كان نازل على السلم بس السلم اتكسر. وقتها مسكت في السلك الرئيسي اللي ماسك في الاسانسير ووقعته هو والاسانسير في النار وبيموت. وبتفضل ليندا متشعلقه في السلك وبتطلع لمات وبينجحوا في الخروج من المعمل. وبكده يكون انتهى ملخص فيلمنا النهارده. استنونا الملخص الجاي. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا اشعار بكل ملخصاتنا الجايه ان شاء الله. سلام.